تخيلوا معي بلد يمتلك ثروات هائلة وإرادة سياسية طموحة، وفي المقابل شريك خليجي غني بالاستثمارات والخبرة. حين تجتمع رؤية الجزائر الاقتصادية الصاعدة مع قوة قطر الاستثمارية، يولد تحالف استراتيجي قادر على إعادة رسم خريطة الاقتصاد، ليس في المنطقة فقط بل على المستوى العالمي. في هذا الفيديو نكشف لكم 7 مشاريع كبرى تقودها قطر في الجزائر، مشاريع بالمليارات الدولارات تفتح أبوابا جديدة للنمو وتخلق آلاف الفرص للشباب الجزائري. أولا، مشروع الحليب المجفف والألبان نحو أمن غذائي مستدام. الأمن الغذائي هو أساس الاستقرار الاقتصادي، ومن هنا أطلقت شركة بلدنا القطرية مشروعا ضخما لإنتاج الحليب المجفف ومنتجات الألبان في الجزائر. المشروع يهدف إلى تغطية 50% من احتياجات الجزائر من مسحوق الحليب، وهو ما يعني تقليل التبعية للواردات وتعزيز الاكتفاء الذاتي. لكن الأجمل أن المشروع سيوفر أكثر من 5000 فرص عمل مباشرة للشباب، إلى جانب نقل التكنولوجيا الزراعية الحديثة. تكلفة المشروع تصل إلى 3.5 مليارات دولار، استثمار ضخم يؤسس للجزائر أكثر استقلالية في غذائها. ثانياً، مركب بلارة للحديد والصلب، نقلة نوعية للصناعة الثقيلة. في ولاية جيجل يقف مشروع صناعي يعد الأكبر من نوعه في إفريقيا، مركب بلارة للحديد والصلب، قدرة إنتاجية تصل إلى 2,000,000 طن سنوياً مع خطط للتوسع والتصدير، ما يجعل الجزائر لاعباً رئيسياً في سوق الحديد العالمية. المركب لا يخلق فقط آلاف الوظائف، بل يعتمد تقنيات صديقة للبيئة من خلال إعادة تدوير النفايات الصناعية. تكلفته 2 مليار دولار، استثمار يصنع مستقبل الصناعة الثقيلة في الجزائر. ثالثاً، المستشفى الجزائري القطري الحديث، ثورة في قطاع الصحة. في قلب العاصمة يقام مستشفى حديث بسعة 400 سرير وفق أعلى المعايير الدولية. هذا الصرح الطبي يقلل الحاجة إلى العلاج بالخارج ويوفر خدمات متطورة من الجراحة الدقيقة إلى علاج الأمراض المستعصية. القيمة 500 مليون دولار، لكنه يساوي الكثير في عيون الجزائريين الذين يحلمون برعاية صحية تضاهي العالمية. رابعاً، القرى السياحية، الجزائر وجهة عالمية جديدة. من السواحل المتوسطية إلى عمق الصحراء، تستثمر قطر في قرى سياحية متطورة تقدم تجربة متكاملة تجمع الراحة بالثقافة المحلية. تكلفتها 1 مليار دولار وتفتح المجال أمام آلاف الوظائف في الضيافة والحرف التقليدية. هنا تتحول الجزائر من كنز طبيعي غير مكتشف إلى وجهة سياحية عالمية. خامساً، قطاع الاتصالات نحو اقتصاد رقمي متكامل. من خلال أريد ضخت قطر استثمارات بحوالي 2 مليار دولار في البنية التحتية للاتصالات لتوسيع تغطية الإنترنت وتحقيق الشمول الرقمي. هذه الاستثمارات تمكن الجزائريين من الولوج للتعليم عن بعد والعمل الحر وأيضا التجارة الإلكترونية، أي بناء اقتصاد رقمي حديث ينافس القوة. سادساً، مشاريع الطاقة المتجددة، شمس الجزائر تضيء المستقبل. في زمن التحول الأخضر تستثمر قطر في إنشاء محطات طاقة شمسية ضخمة بالجزائر. تكلفتها 1.5 مليار دولار، لكنها تمثل استثماراً طويل الأمد في الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية مع توفير وظائف جديدة للشباب. هكذا تتحول الجزائر إلى دولة رائدة في الطاقات المتجددة. سابعاً، النفط والغاز، تحديث قطاع حيوي. بالرغم من التوجه نحو الطاقات المتجددة، يبقى النفط والغاز العمود الفقري للاقتصاد الجزائري. التعاون مع قطر وسوناتراك يركز على زيادة الإنتاج باستخدام أحدث التقنيات مع تدريب الكوادر الجزائرية. القيمة 3 مليارات دولار، استثمار يرسخ الجزائر كقوة طاقوية إقليمية. هذه ليست مجرد استثمارات بل رؤية مشتركة لمستقبل مزدهر، شراكة بين الجزائر وقطر تتجاوز حدود الاقتصاد لتصبح نموذجاً للتكامل العربي في التنمية والابتكار. المشاريع ال7 التي ذكرناها اليوم ليست سوى البداية، المستقبل يحمل مشاريع أكبر وأفق أوسع. إذا كنتم تؤمنون أن الجزائر قادمة بقوة على خريطة الاقتصاد العالمي، شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس، لأن القادم سيكون أفخم وأروع.